في حي شعبي هادي بالقاهرة عاش الحاج شوقي، رجل بلغ 60 من عمره، معروف بالطيبة والأمانة، يملك محلاً لبيع الأدوات الكهربائية. ربى ابنه الوحيد كريم على القيم، وتعب عليه حتى أتم دراسته الجامعية. كان حلمه يشوفه رجل ناجح وأمين، لكن بعد وفاة الأم تغير كريم، دخل في علاقات مشبوهة، بدأ يطلب فلوس كثير، والحاج كان بيساعده وهو ساكت على أمل يرجع لرشده. لكن كريم زاد في الطلب، ولما أبوه رفض يساعده في مشروع مشبوه حصلت الكارثة. كريم استغل ثقة والده وبدأ يسرق من المحل، ولما انكشف الحاج طرده من الشغل. في لحظة انتقام كريم رفع عليه قضية حجر، وادعى إن والده فقد الأهلية ومش قادر يدير ممتلكاته، وجاب شهود زور من أصحابه. القضية اتنشرت في الصحف، وبدأ الناس يتكلموا عن الابن العاق اللي بيبيع أبوه عشان فلوس. المحاكم كانت صعبة، والناس كلها كانت متعاطفة مع الحاج شوقي، لكن المثير المحكمة اقتنعت بالأدلة المزورة، وفعلا صدر قرار مؤقت بالحجر على الحاج شوقي. الراجل تحطم، قعد في بيته حزين ومكسور، بس ناس من أهل المنطقة قرروا يساعدوه. محامي شريف اتبرع له بالدفاع، وتم الطعن في الحكم. وبعد شهور ظهر فيديو من كاميرا المحل يثبت إن الحاج كان بكامل وعيه وقت إدارة المحل. انقلبت القضية، وتم سجن كريم 3 سنين بتهمة التزوير والإدلاء بأقوال كاذبة. لكن الأب رغم كل اللي حصل راح المحكمة في آخر جلسة وقال: أنا مسامحه، بس قلبي اتكسر.